ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده احنا هنتكلم على موضوع هو حرفيا يعني يكاد يكون من اهم 3 حاجات عشان خاطر تنجح اي كوميرس حرفيا في العالم، مش في مصر بس. تمام. وللاسف الموضوع دوت هو طبعا هو الكريتيف، انك ازاي تعمل كريتيف سيستم يطلع لك بيرسوناليزد ادز، وطبعا يكون لها معمول لها دايفرستي. فبالتالي وطبعا كل ما تكون انت عامل سيستم كل ما يكون الموضوع بالنسبه لك سكيلابل وكده. تمام. ودي للاسف مشكله عند ده اكتر من مثلا من 90% من البراندات، لان هو مش قادر يطلع او مش عارف نو هاو ان هو يطلع اصلا عدد كرييتيفز كفايه للبراند بتاعه. تمام. بصراحه مش بحب ارغي كتير يعني في المقدمات والكلام الفاضي ده، فخلينا نبتدي على طول. بس قبل ما نبتدي احنا عايزين نتفق على حاجه. بص، احنا دلوقتي بعد حرفيا اندروميدا طريقه الشغل بتاعنا يعني تقريبا اختلفت بنسبه اكتر من 90%. لان زمان انت كان ممكن تعمل مثلا كريتيف واحده، نفس الكريتيف دي، وتقوم مثلا تعمل كات للهوك بس وتغيره. يعني مثلا تشقلب الفيديو من قدام لورا والفيديو يشتغل عادي. تمام. او مثلا لو انت كنت مثلا بتبيع برودكت وكان برودكت بيخاطب فئات معينه او سيجمنت كبير مثلا من الناس، كان برضو ممكن تقدر تشتغل عادي. تمام. دلوقتي الكلام اختلف شويه محترمه. ليه بقى؟ انت دلوقتي محتاج انك تعمل حاجات بيرسوناليزد لكل نوع من الاودينس بتوعك. تمام. طبعا وتعملها بشكل يكون معمول فيه دايفرستي، عشان خاطر انت دلوقتي طبعا المانوال تارجتنج اتشال، فبقت الالجوريزم بتقرا كده او بتقرا انت رايح لمين او بتخاطب مين عن طريق حاجات معينه. الحاجات دي متمثله في الكوبي بتاعتك. تمام. الفيديو بتاعك، لان هو الفيديو بتاعك بيتعمل له اناليسيس كده كده. تمام. واللينك اللي انت بتكونفيرت الناس عليه. تمام. فانت لو انت مش عامل الحاجات دي او عامل الحاجات دي كلها شبه بعض، انت هتقعد تخش في لوب معينه ان انت كل شويه الاعلانات بتاعتك بتتبعت لنفس النوع الاودينس. فبالتالي كل ما هتعمل اي اعلان من اي اداء اكونت جديد وتقعد كل شويه تغير في اداء اكونتس والحاجات دي، وبالتالي برضه هيبقى فريكونسي عاليه والريزلتس بتاعتك مش تبقى ألذ حاجه لو انت كده كده لسه بادئ او حتى في مرحله متوسطه. ولو انت في مرحله تانية ان انت برضه رايح لاودينس جداد والكلام دوت وانت عندك كاستمر ليست قويه، برضو الاعلانات بتاعتك هتتحرق بسرعه. فبالتالي هتكون محتاج فوليوم كبير جدا من الاعلانات، برضو انت مش تقدر ايه تكفر الدنيا بيه. طيب انت عشان تعمل تخلص من الهاسل ده كله، انت محتاج ان انت تتعلم النو هاو، ان انت ازاي ايه، ان انت ازاي تعمل كريتيف سيستم بالظبط. وازاي احنا بنعمل كده انا هقول لك ده بالظبط. ومن الاخر انا ولا بقى هديك السمكه، لا انا هعلمك ازاي تصطاد، وبتكلم جد عامه. بص، احنا دلوقتي للاسف مشكله كبيره ان اغلب الناس عندنا هم بيسالوا نفسهم، او اغلب الناس كميديا بايرز او كبزنس اونرز هم بيسالوا نفسهم انا، او هو طول الوقت معشم نفسه ان هو ايه، محتاج كريتيفز كتيره. تمام. وهل انك تحتاج كريتيفز كتير ده حاجه صح؟ حاجه صح وغلط في نفس الوقت، لان انت لو قاعد محتاج كريتيفز كتير او كلها بنفس الحاجه بالظبط، فانت للاسف ما عملتش اي حاجه. انما انت ده او اغلب البراندات بقى بجد اللي هي بتعمل سكيلينج بشكل مرعب حرفيا كفوليوم، هم عارفين. انا بالظبط انا بالنسبه لي بقعد في الاول كده يعني تقريبا اسبوع او 8 ايام. انا حتى عندي في الايجنسي بناخد تقريبا اسبوع او 8 ايام على بال ما نطلع اصلا الدايركشن بتاع البراند. وبعدين الموضوع بالنسبه لنا حرفيا بيبقى شويه حاجات انبوتس صغيره بس اللي بتتغير. الباقي كله بالنسبه لنا بيبقى اللي هو ايه، مالتبلاير. احنا محتاجين كذا عشان نعمل كذا. بمعنى ان انا النهارده انا محتاج ان انا سكيل فروم اكس تو زد، ونفترض ان انا ببيع في الشهر بمليون جنيه، عايز ابيع ب 2 مليون جنيه. هل منطقي ان انا هروح على طول هزود بادجت الدبل؟ هل منطقي ان ده هيحصل؟ لا، اللي هيحصل ان انا هلاقي ان تكلفه الادز زادت عليا، ولو كنت بكسب من وانا ببيع بمليون هلاقي نفسي بخسر. طيب انا بعمل ايه طيب عشان خاطر ما اتحطش في الزون دي؟ بروح ان انا جاي كشخص عادي بشتغل عادي جدا وبزود الاسيتس بتاعتي. الاسيتس بتاعتي دي متمثله في ايه؟ شاطر، متمثله في كرييتيفز، متمثله بالنسبه لي في ان انا مثلا بنزل كوليكشن جديد، بنزل برودكت جديد عشان خاطر ان انا ادخل بالنسبه لي اودينس جداد، او الاودينس اللي قدام اللي اشتروا مني اللي هي الكاستمر ليست اللي عندي اللي انا اوريدي صارف عليها قد كده، ان انا اخليهم يشتروا مني مره تاني. تمام. وان انا اظبط بقى حاجه عندي في الويب سايت واظبط الدنيا، او ان انا اعمل اوفر جديد. كل ده بالنسبه لي متمثل لي في الديجيتال اسيتس اللي عندي. تمام. طيب احنا هنتكلم على اهم، او ممكن مش هقول اهم، يعني ممكن يكون تاني اهم حاجه طبعا كاي كوميرس، ان انت الكريتيفز بتاعتك، ان انت ازاي تظبط السيستم بتاعك بحيث ان الموضوع بالنسبه لك يبقى حاجه سكيلبل. طيب انا هدفي من السيشن دي تقريبا مش هتكون مدتها كبيره، بس انا هدفي ان انت تتعلم بعد كده ان انت ازاي اي براند او البراند بتاعك انك ازاي تعمل السيستم دوت لنفسك، وانك ازاي تعرف ايه هي الاسيتس اللي عندك وازاي تزودها، وازاي يبقى الموضوع بالنسبه لك هو حرفيا عباره عن ان انا ايه، بعمل من ده قد ايه بس. طيب انا بالنسبه لي هدفي ان انت تطلع سيستم او تبقى فاهم الموضوع ده. طيب انت الميزه في الكلام بتاعك دوت ان انت كل ما يكون معاك فوليوم اكتر، كل ما يكون معاك فوليوم اكتر معمول له دايفرستي، كل ما انت هتخاطب سيجمنتس اكتر بكتير، فبالتالي طبعا هتكون كنتائج احسن بكتير. ما كده كده مش حد بيعمل تارجتنج دلوقتي، واللي مهتم بالحاجات دي الصراحه يعني ما اعتقدش ان هو هينفع كتير في الشغلانه دي. تمام. طبعا الاوتبوت انت اللي انت محتاجه او المفروض ان انت تكون محتاجه طبعا
ادز كتيره بفوليوم محترم ومعمول لها بيرسوناليزيشن، وان انت معاك العدد الكفايه اللي انت تقدر انك بعد كده لما تحب تسكيل تقدر تسكيل عليه. طيب خلينا الاول نتكلم على الايه الكريتيف ويل، العجله بتاعت الكريتيف دي بص بتكون متمثله او ايه بالظبط اللي احنا بنعمله، هي بتكون متمثله بالنسبه لي في 4 مراحل. اول مرحله اللي هي ريسيرش، وبكل بساطه انا دلوقتي بعمل ريسيرش عن الايه، او بعمل ريسيرش بالظبط عن ايه، بحيث ان انا ابقى انا كشخص ادخل كل الانبوتس اللي انا محتاجها، تمام، واعمل وديفاين بالنسبه لي الحاجات اللي هي اللي انا محتاجها. بمعنى انا دلوقتي عندي الكاستمرز بتاعي اعمل ريسيرش عنهم، تمام بالظبط، واطلع منهم الكاستمرز بتوعي عاملين ازاي، تمام، والكومبيتيتورز، واشوف الكومبيتيتورز بتوعي بيعملوا ايه، اشوف سلوك الكاستمرز بتوعي عندي انا اللي هم الكاستمرز الحاليين اشتروا مني ازاي ككرييتيفز يعني، تمام، والكومبيتيتورز بتوعي برضو بيعملوا ايه، تمام، والترندات اللي هي جوه عندي، يعني مثلا كشركه انا ايه الحاجات المتغيرات اللي بتحصل عندي اللي انا لازم ابقى انا كشخص مسؤول عنها، كشخص بجنريت كرييتيفز مسؤول عنها، تمام. طيب تاني حاجه عندي اللي هي الاودينس، وهو بكل بساطه انا لازم اعرف مين هم الاودينس بتوعي، ولنفترض ان انا كشخص ببيع البرودكت ده، البرودكت ده يعني عامه جميل ما شاء الله، تمام. طيب هل انا عندي بيرسونا واحده؟ هل انا بخاطب كونتنت كريتورز على طول؟ لا، انا بخاطب الدكاتره اللي بيعملوا كونتنت. ويا سلام بقى لو انا جوه الدكاتره دي مثلا قعدت اغير في الدكتور ذات نفسه، ان انا جبت دكتور مخ واعصاب، جبت دكتور مش عارف ايه، انا كده هبقى برضو بخاطب سيجمنتس اكتر بكتير من اللي انا عايزها، تمام. بخاطب الكونتنت كريتورز اللي بيتكلموا مثلا عن الماركتنج تحته حاجات كتيره، ممكن اعمل حتى بيرسوناليزيشن اكتر واخاطب سيجمنت اعلى اكتر بكتير، يعني مثلا اخاطب الميديا بايرز، اخاطب كل الناس. يعني انا مثلا ولنفترض ان انا كعبد الله عملت اعلان لده، تمام، انا بخاطب الميديا بايرز اللي زيي، ان انا بقول والله انت لو انت بتعمل كونتنت بتتكلم فيه عن الماركتنج وكده، ففي الاغلب المايك ده هيكون احسن مايك ليك، لانه بيقعد مثلا تقريبا بيقعد 30 ساعه من غير ما اشحنه بصراحه، يعني ده بالنسبه لي حاجه حلوه قوي، وان انا بصور بيه في اي حته وبيعمل نويز كانسليشن حلو، فانا بالنسبه لي ده انا كده اشتريت عامه، تمام، انا عامه اشتريت بصراحه. تاني حاجه الاوبجكشنز، ايه هي الاعتراضات او ايه اللي يمنع ان الاودينس بتوعك يشتروا منك؟ من الاخر انا محتاج ان انا كل لما انا اقلل الريزيستنس بتاع الاودينس بتوعي ان هم يشتروا مني، كل لما يكون بالنسبه لي الموضوع خلاص، انا في الاول وفي الاخر هو الماركتنج بتاعي هو عباره عن ايه؟ ان انا بعمل كوميونيكيشن سيستم ما بيني وما بين الاودينس بتوعي. طيب انا اي كوميونيكيشن سيستم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن سندر ومسج وريسيفر. انا من المسج بتاعتي دي بوصلها من انا السندر بوصلها للريسيفر، الريسيفر اللي هو الاودينس بتوعي. طيب انا لازم المسج دي تكون فيها حاجات معينه اللي هي الكرييتيفز بتاعتي، واللي هي المتمثله اعتقد في اغلب الفلوس اللي انا بدفعها، يعني ان انا بالنسبه لي يعني عامه حرف الزال ما اعرفش هو او الزين ما اعرفش يعني، وبيجي معايا كده ليه بطلع لساني على طول، ما علينا. المهم بعد كده ان انا متمثله ان انا ابعت للناس دي او اكومينيكيت معاهم بالشكل اللي هو يشيل عندهم الاعتراضات او المخاوف اللي عندهم وكده، تمام. تاني حاجه طبعا ان انا اكريت او ان انا بعمل حاجات يعني جديده، طبعا هوكس كتيره مختلفه، تمام، حاجات طبعا بيرسونلايزد لكل سيجمنت معين، زي ما اتكلمنا مثلا على مثال اللي هو البرودكت بتاعي اللي هو كان المايك ده، تمام، وقلنا ان هو مناسب مش للكونتنت كريتورز بشكل عام، لا الكلام ده كان زمان، دلوقتي انت مناسب ليه انك كل شويه تخاطب بيه سيجمنت قليل، كل ما تعمل بيرسوناليزيشن لفئه معينه صغيره كل ما يكون بالنسبه لك كريزلتس هتجيب ريزلتس احسن، وسي بي اقل بكتير. طبعا اخر حاجه انك تتست وتلرن، وبعد كده تخش في فور لوب هترجع تعمل كل ده بيتعمل مره واحده، تمام. ولو انت طبعا توسعت في اي حاجه خلاص انت ماشي، ممكن تزود عادي، تمام. انما الباقيين دول بالنسبه لك نفس الكلام، لو انت توسعت ماشي، لو ما توسعتش خلاص، تمام. انما ده في الاخر انا بتعلم من الحاجات الوينرز اللي عندي، وابتدي ان انا بالنسبه لي خلاص اعمل كتير، اعمل اكتر 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 كفوليوم، تمام. فانا بالنسبه لي مش فكره ان انا كشخص ان انا اعرف كل حاجه، طبعا احنا هنتكلم على كل جزئيه فيهم بشكل يعني طويل جدا هنجيب اخرها. نيجي بقى لاول لاير عندنا وهو الريسيرش لاير، وهو بكل بساطه دي اللاير اللي انا او دي اول مرحله خالص انا بعملها، وهو انا كل هدفي من المرحله دي ان انا ده الانبوتس بتاعتي، بمعنى انا دلوقتي اجمع داتا على قد ما اقدر، الداتا دي بتحدد لي المسار اللي انا هشتغل فيه. طيب اول حاجه بالنسبه لنا الكاستمرز بتوعي. طيب انا ولنفترض ان انا دلوقتي كراجل انا شغال مثلا بقالي سنتين ثلاثه وانا عندي كاستمر ليست كويسه، تمام، ازاي ان انا اقدر استفيد منها كداتا بحيث ان انا اقدر اجنريت منها كونتنت كتير، ودي يعني يكاد يكون من اكتر الحاجات اللي احنا اصلا بنشتغل عليها وبتطلع لنا نتائج فعليا بتدينا كريديبيليتي اكتر عند الاودينس. وناخد اول مثال عندنا وهو انك مثلا بتعمل انترفيوهات للعملاء بتوعك. انت دلوقتي لو عندك اوفلاين ستور او عندك اي حاجه فبتجيب العملاء بتوعك، وده بجد اليوزر جنريتد كونتنت اللي بجد يعني بعيدا عن الفيك اللي احنا بنشوفه دلوقتي او الكونتنت اللي مش اوثنتيك، اللي هو حرفيا الناس خلاص بقى باين قوي ان هو بيض، وبقى للاسف الشديد بقى بيتعمل بشكل سيء جدا، وكل الناس جماعه انا جالي
يعني خلاص يا جدعان كفايه كفايه بجد، نفس السكريبت ما بيتغيرش وخلاص يعني بقى شكل الكونتنت سيء جدا بصراحه. وللاسف يعني اسمها كرييتيفز لان الناس مش عارف ما بقوش يعملوا كرييتيفيتي بجنيه حتى، يعني مش عارف ليه الفكره يعني. المهم، فانا دلوقتي لما انا بعمل انترفيوهات للعملاء بتوعي اللي هم بجد بجد دول الريل كاستمرز، انا بالنسبه لي طبعا بيكون اكتر حاجه كنتائج بالنسبه لي. تمام. طيب من حيث الكريديبيليتي طبعا. تمام. طيب تاني جزئيه الريفيوهات دي ممكن اجيبها باكتر من شكل. تمام. وانا دلوقتي اكتر حاجه او اشهر طريقه ان انا بالنسبه لي اول لما بجيب اول ما الكلاينت بتاعي، دي طبعا طبيعه او تبع او اول مرحله عندي بالنسبه لي في اللويالتي بروجرام، ان هي ايه، ان انا اول ما الكلاينت يستلم الاوردر بتاعي بروح اساله على الاكسبيرينس بتاعته، بحيث ان هو لو عنده مشكله اقدر احلها له، فبالتالي يبقى بالنسبه لي انا خلاص لحقت الموضوع من بدري، او لو الاكسبيرينس بتاعته كويسه اجمع منه ريفيوهات. تمام. تاني حاجه اليو جي سي الفيك او مش الفيك يعني، بس للاسف يعني هو بقى دلوقتي للاسف بقى سيء جدا، لان الناس كلها بقت زي ما قلت لكم تعمله بشكل سيء بصراحه. بس ان طبعا اليو جي سي كريتورز الشاطرين بصراحه بيعملوا شغل عالي جدا. تمام. فده برضو طريقه ثانيه ان انا ممكن اجمع ريفيوهات، او ريفيوهات برضو اللي تبع الانترفيوهات دي. ما هو كده كده الريفيوهات بالنسبه لي مش هيفرق يعني كانجل مش هتفرق، اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اطلع منها كونتنت. تمام. طبعا التيكتس بتاعت السبورت دي لو انا عندي مشكله وقدرت ان انا فعلا كشخص يعني قدام نفسي كده اعرف ان انا عندي مشكله كبزنس اونر او الشخص المسؤول عن ان هو يحل المشاكل دي، انا ممكن اطلع منها حاجات كتير قوي. ولنفترض مثلا ان انا حصل عندي مشكله ان هو حصل عندي تاخير مثلا في الدروب ده. تمام. بسبب ان انا افترض ان انا جبت الستوك بتاعي متاخر شويه، فبالتالي المصنع، او جبت القماش بتاعي متاخر شويه فبالتالي المصنع اتاخر عليا في التصنيع. لو انا مثلا طلعت من ده كونتنت وعرفت الناس فعلا ان انا عندي مشكله وكده، الناس هتبقى واثقه فيا شويه طبعا، واعتذرت عن اللي انا بعمله دوت، الناس تبقى واثقه فيا طبعا ولازم اعوضهم في الاخر. تمام. فالناس تبقى واثقه فيا شويه حلوين، لانهم عارفين ان انا اي مشكله هتحصل هو انا عارف ان انا هرجع للبيزنس اونر ده. تمام. ويعني حد من اشهر الناس اللي عملوها اعتقد يوسف الشريف اللي هو الاونر بتاع واي ستوديوز، يعني عمل ده كتير جدا. تمام. ودي حاجه طبعا كانت بتدي كريديبيليتي عاليه جدا ليه، لان هو برده في الاول وفي الاخر كده كده ما فيش اي بزنس يخلو من المشاكل. بس لو انا كبزنس اونر انا بقى عندي الحته ان انا كشخص لما يحصل عندي مشكله اطلع احكيها للناس وكده، وجنريت منها كونتنت، بحيث ان انا اولا اعترف بمشاكلي واحلها الاول، اعرف الناس ايه هي المشكله وايه الحل اللي انا حليته، فده بالنسبه لي بيديني طبعا كريديبيليتي عاليه جدا. تمام. طبعا لو السيلز كولز والسيرفيس دي ما اعتقدش ان هي دلوقتي بالاهميه، بس في ناس طبعا لسه بتكولكت داتا بالشكل ده. تمام. طيب تاني حاجه الكومبيتيتورز، والكومبيتيتورز هم بالنسبه لي يعني انا بيبقى دايما عيني هنا وعيني على الكومبيتيتورز، لان انا لو الكومبيتيتور مثلا من الكومبيتيتورز غير سعر او عمل اوفر اقوى من الاوفر اللي عندي، انا ممكن الاقي نفس الكريتيفز اللي انا عاملها نفس كل حاجه، بس الاقي ان الادز بتاعتي مخيشه جدا. ده في الاغلب بيكون بسبب ان مثلا ممكن يكون كومبيتيتور غير في اوفر غير في اي حاجه. تمام. طيب وبشوف برضو الكريتيفز اللي هي شغاله معاهم كويس. طب ازاي اعرف الكريتيفز الوينرز اللي عندهم؟ اكتر كريتيفز بتبقى شغاله من فتره هي بتعرفني ان الكريتيف دي وينر 100%. ليه؟ اكيد انا مش هصرف على حاجه مش بتجيب لي فلوس. تمام. نفس الكلام طبعا على ميتا ادز لايبرري والكريتيف التيك توك كريتيف سنتر، نفس الكلام، الاثنين نفس الحاجه بالظبط. تمام. هم بيعرفوني الكومباترز بتاعتي بيعملوا ايه. طيب انا عامه كعبد الله انا ببقى عامل ليا ليست كده فيها 5 كومباترز. تمام. 5 دول انا دايما بشوف كل اسبوع بشوف الادز بتاعتهم عامله ازاي. هل انا بالنسبه لي انا بقلدهم؟ لا، بس انا بحب دايما اعمل برين ستورمنج، بحيث ان انا كشخص ابقى عارف انا بالنسبه لي انا شغال ازاي ومين المنافسين بتوعي، لان لو حصل تغيير مره واحده بشوف اسعارهم هل هو عمل اوفر اقوى ولا حاجه، بحيث ان انا اعرف هل المشكله من عندي ولا هو حد من الكمبيوترز عمل حاجه تاني. تمام. طيب ثالث حاجه الداتا اللي عندك بقى الانترنال داتا. طيب دي متمثله في ايه؟ متمثله في الادز بتاعتي بقى انا كشخص، اشوف الادز بتاعتي اللي شغاله دي ايه دنيتها. هل انا بالنسبه لي عندي وينر ادز؟ طب الوينر ادز دي وينر ليه؟ تمام. وانا المفروض اتعلم من الحاجه الحلوه ومن الحاجه الوحشه. تمام. لا طيب لما انا ابدا اشوف الوينر ادز اللي عندي مثلا، ونفترض ان انا كنت عامل بي ار كامبين، والبي ار الكامبين دي مثلا فيها ميجا انفلونسرز، فبالتالي لما ميجا انفلونسر عمل لي اد وكان عامله بشكل كويس واوثنتيك كده اشتغل معاه كويس جدا، فانا هنا انا اعرف بالنسبه لي اني لما اكولاب مع حد مثلا ميجا انفلونسر او انفلونسر شبه ده ان هو بيجيب نتائج كويسه جدا، فاكولاب مع حد تاني شبهه. ليه؟ لانه مثلا عنده اوثوريتي. مثلا لو انا جبت مثلا جي سي كريتور وعمل كونتنت اوثنتيك وكان شكله مش باين ان هو اد يعني ناس كتير شاطره جدا بصراحه بتعمله بالشكل اللي هو ما يبانش ان هو اد، في نفس الوقت كريزلتس عندنا بتبقى مرعبه. تمام. فبالتالي ده بيبقى بالنسبه لي كويس. تمام. كنتائج وكده، فانا بشوف الدايركشن اللي اتعمل وبشوف البيرسونا اللي كان الكونتنت كريتور ده بيخاطبها، وابدا ان انا اغير بقى بالنسبه لي. تمام. طيب ده برده بيكون متمثل لي الكريتيف بتاعتي بحدد ان هي قويه ازاي بناء على السي تي ار والهوك والكونفرجن ريت. تمام. ده بالنسبه لي الايه الانترنال داتا اللي انا بشوفها عندي. تمام. طيب اخر حاجه الترندات اللي عندي، وده مهم
مهم جدا، وده الجزء اللي انا بقول لكم بيتغير كل شويه. يعني انا بشوف الترند اللي في السوق دلوقتي عامل ازاي. تمام. بشوف دلوقتي اصلا برضو كسيزوناليتي برضو مهم جدا ان انا اكون بعمل كونتنت بيريليت للترند. يعني مثلا من حوالي اسبوعين كان العيد الكبير، فالناس كلها كانت بتتكلم على العيد وكده، فانا كان لازم ان انا كشخص احط عندي بالنسبه لي لو الناس بتعمل اوفرز فالكريتيف بتاعتي يبقى فيها اوفر العيد مش عارف ايه، ببقى بالنسبه لي بواكب الترند اللي بيحصل. تمام. طبعا لو ترند كويس، يعني ما بحبش الترندات السيئه الصراحه، يعني بتبقى سيئه. يعني انا بختار من الحاجه المناسبه للاودينس بتوعي ومناسبه للبراند بيرسبشن بتاعي. اكيد انا مش هحط نفسي او مش هحط البراند بتاعي والبيرسبشن بتاعه في حاجه ملهاش اي 30 لازمه. تمام. فانا الاوتبوت بتاعي ان انا المفروض ان انا محتاجه من اللاير دي ان انا اولا اكون عرفت مين هم الكاستمرز بتوعي، ريفيوهات من عندهم الكاستمرز باختلافهم بقى من اي طريقه من الطرق دول. تمام. انا لو بصيت هنا بس على مثلا على دول، لاحظت حرف السين برضو، ما علينا. لو بصيتوا مثلا هنا عندي الانترفيوهات والحاجات دي كلها، انا ممكن اطلع من كل دول كام فكره بس، يعني كام فكره حرفيا، يعني افكار مرعبه عامه. تمام. فانا هنا غذيت نفسي بالانبوت اللي هو اول حاجه عندي كان ريسيرش لاير. تمام. طيب تاني حاجه عندي ان هو ان انا الاودينس بتوعي، او ان انا افهم الاودينس بتوعي، الاودينس انتليجنس، يعني ان انا اشوف الاودينس بتوعي دول مين وافهمهم كويس جدا. تمام. انا هدي مثال دلوقتي ان انا دلوقتي ببيع برودكت حاجه لها علاقه بالسبلمنتس، ولنفترض ان هو مثلا الكرياتين او البري ورك اوت او اي حاجه. تمام. انا هنا بتكلم عن ده بحيث ان انا هكمل بس ايه، انا بدي مثال مش اكتر. تمام. طيب انا دلوقتي كشخص كعبد الله، انا بخاطب سيجمنت كبير جدا اللي هو الناس اللي بتنزل جيم في المطلق. طيب جوه الناس اللي بتنزل جيم دي احنا عندنا اكتر من 10 بيرسونز، بس انا ممكن اختار كعبد الله برضو. انا ايه اللي بحدده كسيستم عندي؟ انا بحدد من 1 ل5 بيرسونز. طيب بناء على ايه؟ بناء على بالنسبه لي اني انا محتاج اصلا ازود، كل ما محتاج ان انا ابرسونلايز الناس اكتر كل ما يكون بالنسبه لي احسن. يعني ونفترض مثلا الناس اللي هم لسه مبتدئين في الجيم. تمام. الناس اللي هم يعني مثلا شغالين بقى لهم مده المستوى المتوسط، يعني الناس اللي هم الكبار كل واحد فيهم ده سيجمنت. طيب جوه الناس المبتدئين بقى الناس اللي هي مثلا الشباب البنات، تمام، ده سيجمنت كبير. طيب الناس اللي هم لسه راجعين من الشغل، ده ناس كتيره جدا. الناس اللي بتشتغل مثلا الطلاب. انا عندي حاجات كتيره قوي انا ممكن اخاطب بيها الناس دي. نفس الكلام انا ممكن اعيد نفس الحاجه دي مع الناس اللي هي مستوى متوسط. ليه انا بخاطب الناس المستوى المتوسط؟ هو فاهم البيزكس، فاهم الحاجات دي ومستواه كويس الى حد ما، فبالتالي انا لازم اخاطبه بشكل مختلف شويه. حتى الناس اللي هم في الفيديوز لازم تبقى مختلفه شويه. تمام. ثالث حاجه البرسونا الثالثه، ولنفترض مثلا ان هي الناس اللي هم اللي بقى لهم مده. اكيد انا مثلا مش هينفع ان انا اجيب واحد لسه بادئ في الجيم او واحد لسه بادئ كونتنت في الجيم اخليه يعمل كونتنت او اتارجت بيه الناس اللي هم اللي بيخشوا بطولات. اكيد مش منطقي. لازم اجيب ناس يبقى عندهم اوثوريتي في الحته دي، ناس اوريدي دخلوا بطولات وعملوا الحاجه او شبههم، او ناس بتخش بطولات فبالتالي يعرفوهم ازاي هم بيحضروا الحاجات دي كلها. تمام. وابتدي ان انا بالنسبه لي اشوف بالنسبه لي ازاي ممكن اكلمه. يعني في الاغلب كل واحد فيهم بيكون عنده بين معينه. تمام. انا مثلا ونفترض ان انا لسه نازل جيم، فانا مش عارف اصلا اسمه ده اعمل ايه. تمام. مش عارف ايه هي السبلمنتس الكويسه، مش عارف اعمل اي حاجه، مش عارف احط لي جدول تدريبي، مش عارف ايه هو الفوليوم المناسب، مش عارف اتمرن كام يوم في الاسبوع، مش عارف الاستشفاء بتاع العضلات. انا عندي محتوى كتير جدا ممكن اتكلم فيه. تمام. ايه هو الديزاير او ايه هي الحاجه اللي انا محتاجها؟ تمام. ايه هو الاوبجكشنز اللي عندي اسمه ده إيه الاعتراضات بتاعتي؟ بمعنى ان انا او ايه الحاجه اللي ممكن تسبب لي مخاوف. ونفترض مثلا من اكتر الحاجات المتخلفه بصراحه اللي بسمعها ان الناس بتقول لك ان السبلمنتس دي بتسبب عقم لناس وكده. صراحه ناس متخلفه بصراحه، ما تسمع لهمش خالص. الناس اللي بتقول الكرياتين بيعمل فشل كلوي، كل دي حاجات هبدات بصراحه. تمام. تالت رابع حاجه طبعا من اهم الحاجات حتى الايموشنال دي، لانها حرفيا هي اكتر حته بياعه. يعني انت مثلا لو عايز تبيع حاجه لحد مثلا ونفترض ان هو شخص تخين، لو جيت قلت له مليار في الميه ان انت مثلا انك لما تاخد البرودكت دوت انت شكلك هيبقى كويس، ممكن تبقى بالنسبه له كويسه. لو انت قلت له مثلا ان انت هتخس 10 كيلو، عادي طبعا ماشي وبعدين. تمام. انما في الاخر لو جيت خطبتها له بقى بالزوم بتاعت ان انت ثقتك في نفسك هتزيد لما انت تخس، لما انت تاخد السبلمنت ده، او ان انت هيبقى شكلك احسن فبالتالي ثقتك بنفسك هتزيد، او الناس هتبقى حابه ان هي تقعد معاك. لان انا اكتر عامه اكتر فئه بكرهها في التاريخ هم مثلا الناس اللي هي بتشجع غيرها على حاجه ضلال. يعني مثلا لو شفت صاحبك تخين ولو ده مش مرض يعني، فطبعا دي منتشره كتير عند فئه معينه من الناس، اللي هي يقعدوا شويه نفاق بقى اللي هو شكلك قمر ومش عارف ايه، فبالتالي الناس بتاخد فاليديشنز غلط
وده بيضر الناس يعني. تمام. انما عادي انت ممكن، وبقى للاسف الشخص ما عندوش اصلا ثقه في نفسه. تمام. انما انت يعني لازم تشتغل على الحته دي بصراحه. مش بحب الناس الدخان يعني بلف وادور عشان اقولها بصراحه. تمام. اخر حته التون او اللانجوج اللي انت بتخاطب بيها الناس. انا دلوقتي كعبد الله انا مثلا بخاطب كونتنت، بخاطب بيه الناس اللي هم البيزنس اونرز، بخاطب بيه البيزنس اونرز اللي هم الكبار سنا، اكيد لازم، او بيزنس اونرز بتون بروفيشنال شويه. تمام. غير لما انا مثلا بخاطب شباب زيهم زي، لازم تبقى الحته او الطريقه بتاعتي فريندلي اكتر. تمام. وكده انا كل سيجمنت او كل بيرسونا عندي ليها طريقه معينه. انا كل ده مثلا كنت بتكلم عن الناس اللي هم لسه بادئين. تمام. لو جيت انقل الكلام ده على الناس اللي هم اللي مستواهم متوسط، ده موضوع كبير قوي. انا محتاج ان انا بالنسبه لي مثلا البين بتاعتي ان انا واقف في النص، او انا في المرحله دي عامه ان انا حاسس ان انا بقى لي مده في نفس الحته دي. تمام. فلما الاقي حد بيكلمني على البين اللي عندي انا هريليت ليه وش. تمام. نفس الكلام ايه هو ال اسمه ده الاوتكم، او ايه الهدف اللي انا عايزه، او الشكل اللي انا محتاج ان انا اعمله. ان انا مثلا ابني حجم عضلي اكبر. تمام. مثلا في موضوع الاعتراضات، ده احسن من ده، او المخاوف، هل ممكن يكون التمرين ده احسن من ده، وابدا ان انا احط السبلمنت بتاعي. تمام. الايموشنال ايه هي؟ مثلا ان انت تبقى بنيت فورمه في مده معينه، فدي حته ايموشنال شويه، ان هي انت باخدها في حته ان انا مثلا تبقى اتشيفمنت وكده. تمام. الكومباريزنز دي من اشهر الانجلز ان انا بستخدمها. بحط البرودكت بتاعي، وبحط ان انا بالنسبه لي ممكن اجيبه في شكل فيديو وفي شكل حاجات ستاتيك. عامه برضو الكومباريزنز في الحاجات اللي ستاتيك بتجيب موت، يعني بتجيب ريزلتس عاليه قوي. تمام. طبعا نفس الكلام لو هنيجي ننقله على البيرسونا الثالثه، اللي هو الناس اللي بقى البروفيشنال وكده، ده هيفرق معاهم في التحضيره. زي ممكن يفرق معاك في التحضيره، ازاي ممكن يخلي النتائج بتاعتك احسن. تمام. ازاي ممكن يبقى الريكفري بتاعك اسرع، ازاي ممكن يخلي الناس طبعا اللي بتاخد سترويد وكده، ازاي ممكن ما يخلي حالتك المزاجيه ما تتاثرش وكده. تمام. فانا بتبقى التون حتى متغيره، والاشخاص اللي في الفيديوز متغيره وكده. تمام. انا كل ده بتكلم على 3 بيرسوناز من ضمن اكتر من 20 30 بيرسونا. تمام. عادي ممكن اطلع كل شويه كده، اقعد اطلع بيرسونا، وكل ما تبقى بخاطب بيها سيجمنت معين، كل لما يكون ان انا اقدر اريليت ليه بشكل احسن كتير قوي. تمام. نفس الكلام بقى على مثلا بري ورك اوت. ونفترض ان انا هديكم بس 3 افكار سريعه. تمام. عادي انا بتكلم عادي على بري ورك اوت. بري ورك اوت مثلا لو حد لسه بادئ في الجيم ولسه نازل، هيلاقي غالبا ان هو بالنسبه له اني انا بحس بتنميله كده، مش تنميله، اللي هو حاسس ان هو عايز يهرش يعني. مثلا في الجزئيه دي الحته دي هتلاقيه كل شويه جسمه بياكله كده. تمام. دي حاجه انا بصراحه ما كنتش شفت حد يتكلم عنها. فانا اول لما نزلت جيم واتمرنت وكنت حاسس بكده، حسيت ان في حاجه غلط، حسيت بجد ان في حاجه غلط. دي مثلا لو انت ممكن تعرفني البرودكت وتبقى بالنسبه لي توب اوف فانل. تمام. وانا برضو هشتري برودكت عشان انا لسه بادئ وكده. تمام. واعرف بالنسبه لي ازاي ممكن استخدم البري ورك اوت وامتى استخدمه، وايه هي السكوب المعين او الجرعه المعينه اللي انا ممكن اخدها. نفس الكلام على لو حد مستواه متوسط مثلا، انا هبقى بالنسبه لي محتاج ان انا اوصل لبرفورمانس معين. فانا ازاي ممكن البري ورك اوت مثلا يساعدني في الايام ان انا مش نايم فيها كويس وكده. تمام. نفس الكلام على الجماعه اللي هم بقى البروفيشنالز اللي بيخشوا بطولات وكده. ده تون مختلفه تماما. ان انا هتكلم معاهم، ما اعرفش الانجل اللي انا ممكن اكلمها لهم بصراحه، ما وصلتش للمرحله دي. بس في الاغلب برضو هبقى بيتكلموا على حته تكنيكال قوي، ازاي ممكن يبقى مثلا يوصلوا لاقوى تمرينه مثلا. وهم برضو بيحضروا مثلا، في الاغلب مش هينزل تمرينه غير هو واكل كويس ومدخل نسبه معينه. تمام. فانا بالنسبه لي هنا في الاول وفي الاخر، انا هدفي من المرحله دي، او هدفي ان انا ادرس كل بيرسونا من عندي، وبالنسبه لي وابدا احط لها بقى ايه البين بوينتس اللي عندهم. انا ممكن مش بين واحده، انا ممكن اطلع ليست مثلا فيها 10 بينز. تمام. ايه هي الحاجات الاوت كام، الدريم اوت كام دي؟ انجل مثلا، الانجل دي ما كل ده بالنسبه لي از معمولها دايفرستي كتيره. تمام. الاعتراضات بتاعتهم انا ازاي ممكن نسهل عليهم، او ازاي ممكن اقلل الريزيستنس اللي عندهم. تمام. الحته الايموشنال ايه هي اللي ممكن يحس بايه مثلا عشان خاطر ان انا ابيع له. تمام. التون بتاعتي ممكن اغيرها. يعني انا مثلا كل دوت انا ممكن في اد واحد، يعني مثلا من بين واحده انا ممكن اعمل منها 10 ادز او اكتر من 10 ادز. اغير الشخص اللي في الفيديو، اغير التون اللي في الفيديو، اغير كل حاجه. انا بالنسبه لي انا طول ما انا كشخص قادر معايا حاجه واحده، انا ممكن اطلع منها اغير اي فاريبل في الفيديو. فبالنسبه لي بقيت عملت حاجه فيها دايفرستي. تمام. طيب ده بالنسبه لي. بعد كده ان انت بالنسبه لك ادي بص انا اهو، ولنفترض ان انا عندي مسج واحده. المسج دي انا ممكن اطلع منها مثلا بص اكتر من حاجه. ده عادي مثلا لير 1 ولير 2، واقعد اغير كل شويه من لير 1 مثلا. ولنفترض ان انا مثلا هتكلم على الكرياتين، مثلا اكتر من 10 اشخاص بياخدوا، او هتكلم كهوك يعني. لو انت بتاخد الكرياتين بالسكوب كده على طول، فده ممكن يسبب لك مش عارف مشكله ايه، ما اعرفش، كان حد بيتكلم عن مشكله يعني، اللي هو الناس اللي بتاخد سكوب كرياتين على طول ودوت مثلا، ويقعد يتكلم وبعدين يقول لك ايه ودوت الدراسه اكس عملته مثلا اكتر
من اكتر الناس اللي بتتكلم بالتون دي اعتقد كابتن كيندو، تمام. بيتكلم مثلا الناس ده، مثلا ده سر مثلا الجيموميه مش عايزين يقول لك عليه، انك تاخد الكرياتين مثلا بعد تمرينك بيبقى بيرفورمانس احسن. مش هتفرق عامه بصراحه، مش تفرق في حاجه. بعد كده مثلا او التشالنج اللي هو ايه، ازاي مثلا ممكن اوصل ان انا اعمل فورمه في خلال 30 يوم، وان انا اجيب ان انا بستخدم برودكت زي الكرياتين، وازاي الكرياتين بيساعدك في الجزئيه دي، واخدها في سكه ستوري. فانا بالنسبه لي هنا انا عندي اهو لاير، ودي اللاير الثانيه، واقعد اضرب ده في ده بالنسبه لي هيبقى فاكتوريال 10، او مثلا هيبقى بالنسبه لي 10 باي 10 هيبقى طلع لي 100 كريتيف، تمام. ده كل ده من حته واحده مثلا. ونفترض ان انا عندي اهو ال 10 حاجات دول، دي اللاير 1 واللاير 2، وارجع هنا بقى لكل بيرسونا من دول انا معايا كام كريتيف. يعني هل انت متخيل ان انت ممكن يبقى عندك مشكله كسيستم كريتيفز، ان انت لو قدرت ان انت، انا عندي اهو انجل 2 10 انجلز، ودي لاير واللاير الثانيه 10 لايرز مختلفين، عندي بالنسبه لي 100 لاير مع 100 بيرسونا، او مثلا مع 20 بيرسونا. انا معايا انليميتد كريتيفز عامه لكل برودكت لكل فئه معينه، تمام. ده غير الحاجات الاستاتيك اللي انا ممكن ادخلها، والحاجات الاستاتيك دي يعني حرفيا سهله جدا انك ممكن تعملها يعني، تمام. طيب بعد كده مثلا، وده مثال ان مثلا المشكله ان مثلا ان لو عندك مشكله ان انت ده او ده اكتر سبب الناس، او اكتر سبب الناس مثلا بتستخدم فيه الكرياتين او غلط بشكل غلط عشان خاطر مش بيطلع معاهم نتائج، تمام. او حد مثلا يقول لك انا سبت براند اكس مثلا عشان البراند ده مضروب مثلا، ورحت لبراند واي عشان خاطر براند واي دوت عنده نسبه نقاوه اعلى، تمام. لو حد خدها في سكه قصه مثلا، ممكن يقول لك ان انا وزني زاد 10% او 10 كيلو او 10 كيلو، طبعا الكلام ده صعب جدا يعني، عضل بعد ما خد كرياتين من براند اكس، تمام. انا هنا كل لما كان بالنسبه لي اللايرز بتاعتي اكتر، كل لما كان بالنسبه لي الكونسبتس اللي انا ممكن اطلعها اكتر، لان هو في الاول في الاخر هو بالنسبه لي ماتريكس. ان انا بالنسبه لي مثلا 10 في 10 بقى معايا 100 كونسبت، تمام. 3 في 3 معايا 9. هو كده بالنسبه لي يبقى كل لما اغير حاجه، كل لما يكون بالنسبه لي الايه ان انا عملت دايفرستي اكتر، وكل لما انا ارجع بقى للبرسونز بتاعتي ان ممكن اغيرها، تمام. بس دي الفكره كلها بالنسبه لي. يعني انا مثلا لو انا في الفيديو اللي عندي، ولنفترض ان انا مثلا ايه فيديو واحد بانجل واحده، تمام. ولنفترض ان احنا هنتكلم على الفكره اللي هي ان انا ايه اكبر غلط شائع عند ناس معينه، تمام. وبعدين رحت واخده في الجزئيه العلميه، تمام. ورحت جيت هنا قعدت هنا خاطبت مثلا الثلاثه بيرسونز المختلفين دول، تمام. او خاطبت ان انا عندي 10 بيرسونز كل شويه كده، تمام. وكل شويه انا عملت بيرسوناليزيشن بيرسوناليزيشن بيرسوناليزيشن، فبقى بالنسبه لي ايه، ادي واحد في اتنين، تمام. في مثلا في خمسه ادي 10، في ان انا بالنسبه لي بقى عندي مثلا بقى 10 بيرسوناز ثانيه، انا معايا 100 فيديو او 100 كرييتيف لنفس الانجل، تمام. انا هنا بقى ممكن اغير بقى في الانجلز اللي عندي او في اللايرز اللي عندي. فبقى بالنسبه لي الموضوع طويل جدا، ان الكلام دوت بس انت المفروض تعمله ككونسبت تفهمه كويس جدا، وبعد كده انك ترجع انك تعمله ازاي للبراند اللي معاك، تمام. طبعا يعني مش بقول ان انت المفروض انك تعمل الحاجات دي انت بس، في الاول وفي الاخر بيكون عندك دايركشن، تمام. الحاجه دي فعلا بتاخد وقت طويل جدا على بال ما تفهمها وتستوعبها، بس في الاول وفي الاخر هو انك تبقى، او انا هدفي من النهارده انك تبقى فاهم السيستم بالظبط ازاي ممكن تعمله، تمام. ازاي ممكن تطلع حته الدايفرستي دي، حته الدايفرستي اللي معمول لها بيرسوناليزيشن دي اهم حاجه، لان الاختلاف حلو بس من غير ما تبقى تعمل حاجه تخلي الناس تريليت ليها الموضوع بيبقى صعب، تمام. نفس الكلام هنا، لو انا غيرت الناس، لو انا خليته حد في الجامعه، لو انا خليته حد اب مثلا، او الناس الابهات اللي بيتمرنوا، بنت ولا او ام او مش عارف ايه، الموضوع بالنسبه لي خلاص الفكره اللي ليها unlimited number of creatives، ان انا بالنسبه لي عدد مش فارق معايا، تمام. بعد كده اليو جي سي بالنسبه لي انا هنا برضو عندي بصراحه بحب ان انا يكون عندي كرايتيريا معينه في اليو جي سي كريتورز اللي انا بجيبهم. وانا افترض ان انا برضو لسه بتكلم على البرودكت او الحته بتاعت السبلمنتس دي، فانا لازم اجيب حد يكون شبه الاودينس بتوعي، او حد الاودينس بتوعي ممكن يثقوا فيه، تمام. شبههم في الشكل، شبههم في كل حاجه، تمام. مثلا اكيد مش هجيب حد بيتكلم عن انك ازاي تعمل فورمه وهو جسمه مدهن يعني، اكيد مستحيل الناس تثق فيه اصلا، تمام. او انا ممكن اجيب حد لسه مثلا فورمه، او كان فورمه، او كان عنده مشكله ولا ايه ان هو كان تخين مثلا، وزي البرودكت بتاعي ساعده، تمام. دي بتديني سوشيال بروف، تمام. او ممكن اجيبها في شكل ستوري، ممكن اجيبها في حاجات كتير قوي، ممكن على حسب انا بالنسبه لي انا ايه بالظبط اللي انا محتاجه من الايه من الجي سي كريتور. واهم حاجه بالنسبه لي ان يكون الجي سي كريتور دوت هو نفس البرسبشن بتاع البراند بتاعي، والاودينس بتوعه نفس الاودينس اللي عندي، بعيدا عن يعني الاودينس بتوعه ازاي، الاودينس بتوعه قصدي كشكلا، تمام. وكل ما هو هيكون شكلا عامه شبه الاودينس بتوعي، كل ما يكون بالنسبه لي الموضوع احسن. نيجي بقى لجزئيه البي ار، وهي جزئيه للاسف يعني من اغلب البراندات الصغيره والكبيره يعني عندهم مشكله فيها، ان هم مش بيقدروا يستفادوا منها ككريتيفز، تمام. هي معناها حرفيا هي كريتيف ماشين حرفيا، ما اعرفش يعني، انت ممكن بس كبي ار تعمل بيه اللي فوق ده كله، تمام. طيب انت الكريتيفز، انت النهارده البي ار عندنا متقسم لجزئين، بي ار ايفنتس والبي ار جفتات البي ار اللي بتتبعت للانفلونسرز المعينين، بتكون بيض عامه، البيض والانبيض مش تفرق يعني، تمام.
انا بالنسبه لي محتاج ايه من البي ار؟ محتاج منه حاجتين. في الايفنتات انا ممكن اجيب منها الريفيوهات، ممكن اجيب الانترفيوهات، ممكن اعمل الفاوندر ستوريز، ممكن اعمل حاجات كتيره قوي. تمام، ده بالنسبه لي كل ده كل لما كان معايا حاجات كتيره كل ما يكون احسن. تمام. مثلا ونفترض اني انا في الايفنت ده بتاع البي ار ده بيبقى مثلا عندي فيه الهدايا اللي بتتوزع، في حاجات كتير قوي، او في الشهادات او الحاجات اللي انا باخدها كبراند، فكل ده طبعا بيديني اوثورتي اكتر. طيب نيجي للجزئيه الثانيه، البي ار اللي هو بقى الجفتات وكده، اعتقد اغلب البراندات بتوزع ما بين 2 ل 5% من الستوك اللي عندها كبي ار. تمام. وبرده بيتوزعوا ايه 70% يو جي سي كريتورز، 20% لحد اللي هو المايكرو انفلونسرز، 10% ميجا انفلونسرز، على حسب يعني على حسب البادجت بتاعتك. تمام، على حسب برضو الاتفاق بتاعك. بس اهم حاجه في البي ار ان انت برضو تبقى فاهم ان كل اختيارك للانفلونسرز وكل اختيارك لاي حد لازم يبقوا الناس دي شبه الاودينس بتوعك شكلا، الاودينس اللي عندهم قصدي. تمام، لازم هو كبرسبشن يبقى شبه الاودينس بتاعك، لان للاسف في ناس بتجيب مثلا انفلونسرز لاجل ان هم مثلا يجيبوا منهم سيلز وخلاص، ونفس الانفلونسرز دول بيرجع يبقى الاودينس اللي عندهم مثلا اطفال، او اودينس هم اصلا بيعملوا كونتنت ترفيهي، فالناس اصلا مش بتثق فيهم باي حاجه باي شكل من الاشكال، او انفلونسرز مش محبوبين، فبالتالي البرسبشن بتاع البراند بتاعك ينضر مثلا، لان ده بيتحاسب عليك ان هو ان هو براند امباسدور وكده. فهو انت لازم تختار الحاجه بتاعتك. تمام، وكل دي اسيتس انت ممكن تشتغل عليها. تمام. طيب اخر حته اللي هو السوشيال بروف انجن، ودي من اهم الحاجات طبعا في الحته بتاعت اللي هو الميدل اوف فانل، انك لازم تجمع ريفيوهات والحاجات دي كلها. كل ده طبعا بالنسبه لك بيبقى جاي من جزئيه اللي هو الايه البي ار والحاجات دي كلها. تمام. اخر جزئيه انا عايز بس اوريك حاجه، جزئيه الحاجات الاستاتيك دي انت بتعملها ازاي. بص، في الاول وفي الاخر اللي عنده مشكله في الحته الاستاتيك دي يعني محتاج يراجع نفسه كويس جدا. انت دلوقتي عندك اي تولز كتيره جدا ممكن تستخدمها، بصراحه انا اشهرهم واللي عندي في الايجنسي بنستخدمها كتير جدا في الحته دي كاستاتيك. طبعا اللي هي الشوبيفاي سايد كيك ده حرفيا يعني ما اعرفش الناس لسه ليه مش مدياله الاهميه بتاعته، مع انه يعني ده كنز حرفيا. تمام. ودوك انت بس كل اللي انت بتعمله ان انت بتديله الايدنتيتي بتاعتك، بتديله الدايركشن وخلاص، هو بيطلع لك الحاجات دي. بس طول بالك شويه، يعني هو مش برده مش بيطلع حاجات كتيره على قد ما انت محتاج منك ان انت تطور نفسك شويه. طيب انت في الاغلب عشان تطلع بي او كونتنت دايركشن او كريتيف دايركشن تعمل منه سيستم يعني، انك محتاج الاول تدخل انبوتس كتيره جدا، في الاغلب هياخد منك اسبوع. انا بالنسبه لي بصراحه بتاخد مني من اسبوع ل 10 ايام او ممكن حتى اسبوعين. تمام. طيب انت في الاول بتبتدي ان انت الاول تعمل ريسيرش كويس جدا. تمام. بتبدا ان انت تريسيرش بقى عن الكومبيتيتورز، بتريسيرش الكاستمرز اللي عندك، المهم ان انت في الاول وفي الاخر بكولكت داتا. تمام. بعد كده ببتدي ان انا ابدا ان انا احط استراتيجي وان انا احط بريف للناس دي. تمام. وابدا ان انا اشوف برضو مين هم الاودي، مين هم الناس اللي انا ممكن اعمل لهم ريتشنج اوت وكده. تمام. بعد كده بتبدا مرحله ان انا اعمل ريتشنج اوت. طبعا مش انت اللي بتعمل ريتشنج اوت طبعا، قصدي كبراند بقى، لو انت هنا بخاطب البيزنس اونرز وكده. تمام. وابتدي ان انا مثلا في كتير في البي ار مثلا بيبعتوا ان هم يبقى الفيديوز بتاعتهم فيديوهات طويله وكده. تمام. بعد كده انك تبتدي انك تست وبعدين تفاليديت الحاجات الكويسه، وتبتدي انك تفهم منها هي ليه اشتغلت كويس وكده. وبعدين الموضوع بالنسبه لك بيبقى سكيلبل، ان انا بالنسبه لي وانس ان انا اجنريت كونتنت اكتر، بيبقى اللي هو لعبه ايه ده في ده بيطلع لي كونتنت اكتر. فبس كده ده كان ازاي انك تعمل ليك كريتيف سيستم حرفيا قوي تقدر تطلع منه كل الكونتنت اللي انت محتاجه. ولو انت بزنس اونر وبتبيع ب 500,000 ومش عارف انك ازاي تعمل حاجه زي دي لنفسك، تقدر انك تبعت لنا في الايجنسي وان شاء الله نقدر نساعدك. والسلام عليكم.